كل منا له رحلة في حياته لا نهاية لها، لأنها بداخل أنفسنا ومشاعرنا. والآن مع الممثلة ديانا نم ورحلة البحث عن الذات. أنا زينب. لا 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 لا، أنا مش زينب. أنا هقول لكم. أنا أصل إيه؟ أنا مريم. أنا مريم من شبرا. لا 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 لا، أنا مش مريم. لا، أنا افتكرت. أنا ليليان. أنا ليليان وجيت من مصر الجديدة. أنا فاكرة. أنا افتكرت. لا 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 لا، أنا مش فاكرة. أنا مش فاكرة أنا إيه. أنا مش مجنونة. والله أنا مش مجنونة. أنا مكيني مش مستشفى الأمراض العقلية زي ما كانوا بيقولوا لي في البيت. أنا ما حدش قرب مني ولا فهمني. كبرت في بيت أعلى كلمة هي لا، كله لا. بابا عايزة أخرج. لا. طب عايزة أتفسح. لا. طب أروح سينما. لا، كله لا لا لا. أنا بقول لكم من النهاردة مفيش لا. أيوة يا بابا، أيوة يا ماما، من النهاردة مفيش ممنوع وعيب والناس بتتكلم. وبلاش تخرجي ولا تنزلي ولا سينما ولا روايات تدخل البيت. من النهارده هقول لكم زي احمد السقا ما قال فيلم الجزيره: من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. ماما خنقوني في البيت. كانوا فاكرين ان التربيه قفل الابواب والشبابيك، فكبرت الكلاكيع جوايا. فاكره الحوار ده كان امبارح. كنت بتفرج على فيلم الباب المفتوح، الفنانه فاتن حمامه الله يرحمها كانت عامله فيه دور ليلى. قالت لهم: الحياه بالنسبه لكم باب مقفول على انانيتكم، وانا الحياه بالنسبه لي باب مفتوح على الامل والمستقبل. بابا راح جه وصغرني وقال لي: قومي مقصوفه الرقبه، اقفلي الزفت ده اللي هيبوظ دماغكم. انا بقى فتحت الباب المقفول ده وقدمت على الهجره مره واثنين وثلاثه، مش عشان اهرب من السجن والكبت والخنقه اللي كانوا خانقيني بيها، بس عشان اهرب من مجتمع كلام الناس فيه اهم من حياه البني ادم. كلام الناس، نظرات الناس، مش عايزين حد يجيب في سيرتنا. هتطلعي ايه، مشخصاتيه؟ يا جماعه مفيش حد ما بيجيب سيره حد، ومفيش حد مش بيتكلم على حد. علاقه اي ست واي بنت عايزه تعيش في مجتمع ظالم زي جواز فؤاد من عتريس وصرخه يحيى شاهين: باطل باطل باطل. امبارح كنت بتفرج على فيلم يوم من عمري. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. الأغنية دي فيها حياة، فيها روح. هي السينما كده بتشيل واحد من الكآبة اللي هو عايش فيها لموت سعيد وجميل. أنا خرجتني من حالتي النفسية اللي كانت وحشة قوي، كانت هي الهروب الوحيد ليا من سجن الجدران الأربعة. فاكرة وانا صغيره وانا كنت بمثل في المدرسه ويعرفوا في البيت، روح اكل العلقه اللي هي بنت عايزه تمثل، تتضرب، تتسحل من شعرها. ضحك ولعب وجد وحب. كنت بعدي الايام، يمكن تجيني الفرصه
اللي اقدر اخد فيها حقي واعرف انا ايه، واخلص من السجن اللي انا فيه، وطول الوقت سامعه اتقدم اتقدم اتقدم، لحد ما جت الهجره لامريكا. فيفا امريكا. خلاص الحريه، الحلم اخيرا حوصل اللي انا عايزاه، واحقق الحلم اللي بحلم بيه. هعرف انا ايه وانا مين، هوصل بقى لهوليوود، الشهره، جذب الانظار. بس زي كل حاجه مفيش حاجه بالساهل، اطحن عشان تعيش، ودايره تلف بيك لبعيد، والحلم بيضعف. خرجت من سجن 4 جدران، بقيت في سجن كبير مفتوح، ولما توصل اللي انت بتتمناه تكتشف مش هو ده اللي انت عايزه. هوليوود، الفانتازيا، الخيال، جذب الانظار. وانا حبيت السينما بتاعتنا، حبيت حاسه بالحاره والشارع والزقاق. بشوف نفسي جوه شريط سينما، وادور على نفسي جوه كل فنان وفنانه انا بحبها، عشان انا فنانه بحب الفن. هكمل بقى مشواري مع حلمي.